بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد الأحوال. عيد سعيد علينا يا رب جميعا. النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة، ودي بتعتبر من الكيكات الخفيفة الجميلة اللي أولادنا بيحبوها وبيعشقوها كمان. هنعملها بطريقة طبعا سهلة ومش مكلفة، وإن شاء الله هتنال إعجابكم. طبعا معايا عدد 2 بيضة. طبعا دول هاخدهم على المضرب اليدوي او الكهرباء اي حاجة. ولازم اضربهم كويس جدا جدا جدا، افكهم اخليهم سائل. طبعا هياخد معايا ورقة فانيليا او معلقة فانيليا ايا كانت. وطبعا نزلت بكوباية سكر زي ما شفت حضراتكم. انا يمكن حطيت كوباية سكر لاني كترت السكر شوية، لان انا هستخدم الكاكاو الخام، فهو طعمه بيبقى مرر شوية، فبيبقى محتاج مني ان انا اتكة شوية على السكر بحيث انه يغطي على طعم الكاكاو المر ده. طبعا اهم حاجة التقليب. قلبت كويس السكر والبيض امتزجوا ببعض، القوام بقى لونه ابيض. نزلت باللبن، دي كوباية لبن طبعا، والتقليب ده عنصر مهم جدا. اقلب كويس جدا جدا. معايا ربع كوباية زيت. طبعا كلهم مع بعض كده تقليب مستمر. طبعا الزيت بيبقى خفيف، فلازم يمتزج كويس في الخليط معايا. طبعا عندي الكاكاو دول 3 معالق او معلقتين ونص، هم المفروض 3 بس انا حطيت 2.5 لاني مش عايزه طعمه يمرر معايا قوي. طبعا هنزل بيهم كده في مصفى انخلهم كويس. ممكن يبقى فيه تكتلات، تبقى فيه حاجه، لان انا بجيبه سايب من عند العطار، فلازم اتاكد ان هو كده تمام معايا. برضو هنقلب كويس جدا جدا لحد ما الكاكاو او بودر الكاكاو ده يمتزج كويس في الخليط بالشكل ده. انا دايما مش بقول لكم على مقدار الدقيق اللي انا بحطه، لان انا بحط لغايه ما اخد كفايتي، يعني انا بقلب لحين ما احس ان العجينه معايا هي دي اللي انا طالباها او اللي انا محتاجاها، بكتفي طبعا. فهنا انا خدت دول 2 كوبايه دقيق، خدت تقريبا كوبايه في المصفى، لازم انخله برضو مع كيس بيكنج باودر. طبعا لازم انخلهم واقلبهم كويس واتاكد من سلامه الدقيق اللي نزل معايا في الكيكه، مفهوش اي رواسب مفهوش اي حاجه، وكمان عشان يدخلوا هواء والكيكه تبقى معايا خفيفه وهشه وجميله. برضو دي تكه مهمه في الكيكات عامه، عشان اضمن ان انا هاخد كيكه جميله في الاخر. طبعا كده انا خدت كميه الدقيق، هقلب. انا بعدها احتجت معلقتين كمان لغايه ما حسيت ان قوام العجينه معايا بقى، يعني معايا كده اللي انا محتاجاه. ونزلت ب2 معلقه نشا مع الدقيق كمان، وهقلب طبعا كويس جدا يمتزج برضو كل المكونات معايا بالشكل ده. وده القوام اللي حضراتكم شايفينه، هو ده القوام اللي هيخلي الكيكه معايا خفيفه وجميله، وما تبقاش تقيله معايا وما تبقاش خفيفه برضو. اخف من كده ممكن ما تستويش معايا كويس، او تبقى معجنه في الوسط ما تبقاش طالعه معايا، يعني اللي هي الكيكه الممتازه اللي انا محتاجاها. لا، ده طبعا قالب الكيك دهنته سمن كويس، لازم يدهن كده من كل مكان، الجوانب كلها معايا كلها كده سمنه طبعا، وتبقى معايا فرشة زي كده عشان تتغلل في تنايات وفي تعرجات في الطاجن. لازم كلها تمتلي كده بالدهان السمن، على اساس ما تبقاش فيها حتة مش واخدة دهان معايا، واجي اقلب الطاجن او اقلب الكيك يتقلب معايا الاقي الكيكة اتبهدلت مني ومبقاش شكلها حلو. فهنا انا ضمنت ان انا دهنته كويس جدا. طبعا دي معلقة كاكاو تاني هبطن بيها اللي هو قالب الكيك ده، هبطنه كويس. انا مرضتش احط دقيق عشان لما اقلبها ما تبقاش فيها حاجات لونها ابيض. انا حطيت برضو الكاكاو ده معايا على اساس تبقى كلها لون واحد في النهاية، ما تدينيش يعني حتت كده فيها بقع بيضة، هتبوظ معايا منظر الكيكة.
ونزلت طبعا بالخليط اللي انا عملته في قالب الكيك كده بالشكل ده. لازم اخبطه شويه كده، اخرج منه لو في اي هواء او حاجه. طبعا الفرن على درجه 180 على الشبكه كانت سخنت. نزلت بالطاجن على الشبكه في درجه حراره 180 درجه، بس بعد ما عليت معايا بدات اهدي النار شويه. دي ملحوظه برضو حضراتكم عشان تبقوا واخدين بالكم عشان ما تتحرقش معايا. وده الصوص اللي انا هجمل بيه الكيكه بعد ما تخرج معايا. ده عباره عن كوبايه لبن، معلقتين او 3 طبعا بودره كاكاو، بس انا طبعا طحنته مع شويه سكر تاني على اساس لونه يفتح وياخد طعم حلو شويه. او ممكن تستبدليه بالكاكاو العادي اللي هو المشروب اللي احنا بنشربه، مش هتبقى فيه طعم المراره اللي احنا ما بنحبهاش في الكاكاو الخام. فهنا طبعا قلبتهم كويس. وده كيس الصوص بتاع الكريم كراميل، انا نزلت بيه برضو عشان اعزز اللون شوية وعشان اخد درجة حلا اكتر برضو معايا في الصوص. طبعا انا جيت اقلب ما تقلبش معايا، فكده انا نزلت بالهاند بلندر عشان يمتزج مع الخليط اللي انا نزلت بيه، اللي هو عبارة عن لبن وكاكاو. وطبعا ده صوص الكريم كراميل. كده الهاند بلندر شغال معايا بيمتزج كل الخليط اللي انا حطيتهم مع بعض عشان في الاخر اخد طعم واخد طبعا قوام حلو انزل بيه على الكيكة، بحيث اسقيها بيها في الاخر تبقى طعمها جميل وشكلها جميل. وطبعا كده خلصت انا. وكده بقى عندي الصوص اللي انا هسقي بيه الكيكة عندي جاهز كده تمام. قوامه حلو ولونه حلو وكمان طعمه حلو. كده انا في انتظار طبعا الكيكة بعد ما اخرجها من الفرن بالشكل ده. هي كده خرجت خلاص استوت. قلبتها طبعا على اساس ان انا ابدأ ارش عليها او اسقيها بالصوص اللي انا عملته. طبعا قبل ما انزل بالصوص كان لازم اخرمها كده على اساس ان يتغلل جواها او تشرب من الصوص من الداخل. وده الصوص حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. هسقي بيها كل شويه اكبلها شويه كده بحيث ان هي تبدا تشرب معايا كل الصوص اللي انا عملته. وده طبعا منظر جمالي. دي شوكولاته شيبس برضو انا رشيتها كده فوق الكيكه على اساس برضو تاخد طعم وتاخد منظر جميل بالشكل ده حضراتكم. جميله جدا. طبعا الكلام ده بعد ما هديت شويه من درجه حرارتها كده هحطها في التلاجة برضو شويه كمان تبدا تاخد درجه حراره بارده من التلاجة على اساس يبقى طعمها حلو. وهنا بقى قطع الكيكه بالشوكولاته بعد ما خرجت من التلاجة. وده الصوص المتبقي من تحتها كده انا رشيته فوق منها عشان يديها طعم اكتر جميل. هي كيكه جميله وحلوه الاطفال بيحبوها وطعمها حلو ومغذيه برضه عشان الكاكاو اللي فيها وهشه وطريه وجميله. وزادت طرايه بالصوص الجميل اللي انا سقيته بيها ده. جميله جدا. يا ريت حضراتكم تجربوها هتعجبكم وتعجب اطفالكم. هي جميله برضه لو عندنا ضيوف او في العيد مفيش مشكله مع شاي او مع عصير. جميله جدا.